على مدار 1400 سنة ويمكن آلاف السنين بعدنا أو مئات، الله أعلم، لحد يوم القيامة القرآن بيطلع معجزات، بيعمل معجزات وبيظهر منه إعجاز وأوجه للإعجاز لا تنتهي. من أول كلمة نزلت، من أول لحظة، من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وملوك اللغة العربية وملوك الشعر والنثر فاجئوا بالقرآن وتحداهم تحدي يمكن إحنا مش حاسين بيه دلوقتي، من عظمة الإيه، اللغة، ومن عظمة البلاغة. أسلوب جديد، أسلوب مختلف، ما هو الشعر ولا نثر، ده الآيات مختلفة تمس القلوب، فيها إعجاز، والحروف موجودة هي ونفس الكلمات، لكن أسلوب مختلف تمام. لحد بقى إنه يخبر عن غيبيات في المستقبل، كل جيل وكل زمن يكتشف إعجاز مختلف، إعجاز بقى علمي، إعجاز عددي، إعجاز في التشريع، شمولية هذا التشريع وتجدده، وإن هو ما فيهوش غلطة، وصالح لكل زمان ومكان، وإنه يعني مش محتاج إن أنت تقعد تعدل عليه، وفي مبادئ واضحة جدا. أسلوب القرآن، أسلوب القرآن اللي مناسب لكل سن ولكل جنس ولكل لون ولكل ثقافة ولكل مستوى ولكل نفسية. يعني الحزين يناسبه القرآن، والفرحان يناسبه القرآن، والمثقف يناسبه القرآن، والكبير يقرأ القرآن والصغير يقرأ القرآن، وسهولة الحفظ في القرآن، وإن ربنا يتعهد بحفظ هذا القرآن، ويفضل القرآن محفوظ بقراءاته المختلفة، بالنغمات، بالتشكيل، بالتجويد. كل الكتب اللي قبليه، الكتب السماوية وغير السماوية وكل الثقافات تغيرت وتبدلت وتحرفت، بل اللغات نفسها انقرضت. يعني اللغة اللي نزل بها الإنجيل أو اللغات انقرضت، إنما إن ربنا يقول القرآن هيتحفظ، وخلي بالك اللغات دي انقرضت وتحرفت في ظرف 100 200 سنة. يعني افتكرش عشان برضو آدم، لا لا لا، ده بعد الإنجيل أو التوراة ما نزل ب 100 200 سنة كانت اللغات انقرضت واتغيرت، والأسلوب الكلام اختلف، وكانت الكتب اتحرفت وظهر منها كذا إصدار، ولحد دلوقتي في إصدارات، كل شوية يصدر إصدار مختلف وينقح ويتشال ويتحط. إنما القرآن ما فيهوش حرف بيزيد ولا حرف بيقل، وربنا تعهد بكده. ده إعجاز في حد ذاته، ده إعجاز. الشعور اللي بتشعر بيه لما تسمع القرآن من أول ما الكفار كانوا يعني بيسحبوا كده ويتجسسوا عشان يسمعوا القرآن، أو سيدنا عمر لما سمع القرآن أول مرة وقلبه تغير تماما 180 درجة، ولحد النهاردة لما تسمع واحد حتى ما يعرفش اللغة العربية وتسمعه بعض آيات القرآن فتحس إنه أصيب بصدمة، إن في شعور مختلف، إن قلبه بيتحرك لهذا الصوت، لأنه كلام اللي خلقه سبحانه وتعالى. فإعجاز لا ينتهي، إعجاز في الإخبار بغيبيات. يعني لما تقرأ غلبت الروم في أدنى الأرض، ده إعجاز، إن أنت الفرس تغلب الروم وتحتل أجزاء كتير من أرضها وتتفكك دولة الروم وتضعف، ويجي محمد بن عبد الله اللي قاعد في الجزيرة العربية ما يعرفش أي حاجة، ما بيقاش بيقرأ ويكتب ولا يقول الروم اتغلبت، كلنا عارفين، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعني خلال 3 ل9 سنين الروم دول هينتصروا تاني على الفرس. تعرف ازاي؟ دي لا ولا اي محلل سياسي عسكري في الزمن ده يعرف يقولها، ويتحدى بذلك ويحطها اول آية في القرآن: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. تحدي. وبعدين التحدي ده ويومئذ يفرح المؤمنون، تلاقي في الوقت ده هيبقى فيه فرح للمؤمنين، ده تحدي تاني. ويجي بعد آلاف السنين نكتشف إن في تحدي ثالث في هذه الآية: في أدنى الأرض غلبت الروم في أدنى الأرض. ويكتشف الأبحاث الجيولوجية إن المكان اللي حصلت فيه المعركة عند البحر الميت دي أدنى حتة في سطح الأرض. معجزة تانية. يبقى بيديك معجزات لا تنتهي، كل ما تكتشف حاجة في الكون، في الفلك، في الشمس، في النجوم، في القمر، في تكون الجنين، في ازاي في الذبابة، في البعوضة، في النحلة، في العسل، في العنكبوت، يا ربنا. وكل واحد يفهمها في الزمن بتاعه بإعجاز، ويجي الزمن اللي بعديه يكتشف أكتر ويعرف إعجاز أكتر. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الصباع
يقول لك هنخلي كل واحد بصباعه كده نسويه زي ما كان. تكتشف بعد كده ان دي بصمة، وان مفيش بني ادم في الدنيا بصمته زي التاني، وان البصمة دي فيها اعجاز رهيب. ان انت حتة البصمة الصباع السنتي في سنتي ده تختلف تماما بصمة كل بني ادم عن التاني. انت تقدر ترسم 6 مليار رسمة كلهم مساحتهم سنتي في سنتي، ويطلعوا كلهم مختلفين مفيش واحد زي التاني. ربنا سبحانه وتعالى صور هذا وتحدى بيه: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يبقى لما تقرا القرآن كل شوية تكتشف إعجاز، كل شوية تكتشف إعجاز، إعجاز لا ينتهي. لأن دي رسالة من الله سبحانه وتعالى للبشر. الناس تقول لك: هو ليه ربنا ما بيظهرش قدامنا ويقول لنا أنا أهو واعبدوني؟ فين الإيمان؟ فين الابتلاء؟ فين نشوف المؤمن من الكافر؟ طب يسيب لنا حاجة. ساب لك رسالة، رسالة من الله سبحانه وتعالى، من الخالق اللي خلقك. ساب لك رسالة، كتاب، قرآن، روح حي. أنزلنا إليك روحا من أمرنا. مش مجرد كلمات، دي كلام الله سبحانه وتعالى، دي روح، دي حاجة حية ترشدك للإيمان. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. انت ربنا سبحانه ده من اعجازات برضو القرآن، انه بيدلك على اللي حصل زمان الماضي، وقصص الانبياء اللي اتحرفت، ويقول لك الصح فيها ايه والغلط ايه والحقيقة ايه. فمين عارف الكلام ده كله؟ يبقى اخبارك عن الماضي واخبارك عن المستقبل واخبارك عن الحاضر بتاعك تتصرف فيه ازاي وتشريعاتك ازاي. لا اله الا الله.